هالشي صار لي وأنا عمري 10 سنوات. وقتها أهلي توهم منتقلين لبيت قديم في منطقة خطيرة، من الأماكن اللي حتى الكبار يتجنبون يطلعون فيها بالليل. ليلة من الليالي قمت أبغى أروح الحمام، وأنا أمشي قدام الصالة شفت شي جمدني بمكاني. رجل غريب يطالع من شباك باب الحوش الخلفي. ما قدرت أصرخ ولا قدرت أتحرك، فروحت واختبيت ورا الكنبة وأنا حابس نفسي. وبعدين سمعتها، الباب انفتح. كان معه مفتاح. الباب انفتح بهدوء بدون أي صوت، ودخل الرجال كأنه صاحب البيت. ما راح يفتش ولا لف بالمكان، راح على طول للمطبخ، فتح دولاب وطلع كيس شيبس. بعدها لف باتجاه باب القبو، وقبل ما ينزل وقف، شم الهواء وابتسم. هنا فهمت الحقيقة، كان يدري إن في أحد داخل البيت. ثاني يوم أهلي قالوا ما في أحد اقتحم البيت، ولا قفل مكسور ولا شيء مفقود، بس باب القبو كان مفتوح وكيس الشيبس كان فاضي. نقلنا من البيت بعد أسبوع، وصاحب البيت ما فسر لنا أبداً ليه كان في شخص ثاني مع مفتاح.